السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة معانا وصفة سهلة زي ما انتم متعودين مني، بنوفر مع مطبخ حبيبة. معانا هنا البانكيك بمنتهى البساطة، من غير يا جماعة بيض كتير، ببيضة واحدة بس هنعمل كمية حلوة ومحترمة، وبجد بسيط وسهل ومفيش أسهل من كده. ونشوف الوصفة طبعا نخش فيها كده على طول. تعالوا بينا ناخد بيضاية واحدة بس زي ما اتفقنا، تكون بدرجة حرارة الغرفة، ومعانا نص كوباية من السكر. بيضاية واحدة ونص كوباية من السكر او تلت كوباية لو انت مش بتحبيه مسكر، ورشة فانيليا. وهنبتدي نقلب، ولا خلاط ولا اي حاجة، بمنتهى البساطة اهو. وهنبتدي نقلب بالمضرب زي ما احنا شايفين. والله انا ما ضربتش كتير، بتاع دقيقتين وتلاقيته بسم الله ما شاء الله البيضه اتضربت والسكر وداب وبقى جميل جدا. هنحط معاه مكون تاني سهل وبسيط برضه، نص كوبايه من اللبن. يبقى كده معانا بيضايه واحده، تلت كوبايه سكر، نص كوبايه لبن، ورشه فانيليا. بس كده بقى حاجه بسيطه خالص. معانا كوبايه دقيق، هننزلها على 3 مرات علشان نشوف احنا محتاجينها ولا لا، لان طبعا الدقيق بتاعي غير اللي انت بتستخدميه. ومعانا نص معلقة من البيكنج باودر. هنا انا استخدمت الكوباية كلها، حطيتها واحدة واحدة بس، خدت الكوباية كلها وكان القوام ممتاز جدا، ولا حطيت فوق الكوباية ولا نقصت منها حاجة. وهتشوفوا انتوا طبعا القوام بتاعكم، لو الكوباية هتشوف القوام وهقولك لو الكوباية كده تمام ما تحطيش دقيق تاني. هبتدي كده اقلب في اتجاه واحد طبعا، ومش هخلي ولا نقطة دقيق في الحاجة. هقلب اهو واحدة واحدة، وهبتدي اخلص كمية الدقيق كده. خلاص باقي معلقتين من الكوباية حطيتهم، وهقلب الدقيق كله. ولو وصلت لغاية هنا ما تنسونيش من كرمكم في دعاء حلو منكم والصلاة على النبي، وان شاء الله اشوفكم في احسن حال يا رب، يا احلى اخوات في الدنيا. ابتديت هنا كده خلصت القوام ممتاز جدا. هبتدي ارش رشه زيت بسيطه، ما تعمليش زي مش كتير، حاجه بسيطه جدا. وهبتدي احط الصغير دوت كان معلقه واحده كبيره، والكبير كنت بحطه معلقتين. الصغير هرش عليه صوص، والكبير هتشوفوا انا هعمل فيه ايه. ابتديت هنا خلصت كل الكميه، قلبته عادي وما اخدش معايا وقت، على نار متوسطه هيبقى معاكي زي الفل. وهنا حطيت صوص الشوكولاته في الكبيره، وابتديت اقفلها كده من جميع الجوانب، وتمام قوي كانت جميله جدا. هبتدي افتحها واوريها لكم من النص، شكلها رائع وطعمها جميل، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. طبعا سهله وبسيطه ومفيش ابسط من كده زي ما انتم متعودين مني. متنسوناش في لايك وشير عشان انا مستنياكم. وهنا هبتدي ارص الصغير، او هرصه في علبه تاكلي ساده تاكلي بزبده زي ما انتوا عايزين. هحط على اي صوص عندك، انا هنا حطيت نوتيلا بيضه ونوتيلا بني. تمام كده. لو وصلنا لغاية هنا أشكركم جدا على المشاهدة، وأترككم في رعاية الله وأمنه. وشكرا للمتابعة والمشاهدة، ولأصحابكم، والسلام عليكم.